السلام عليكم. اليوم غادي نحكي لكم قصة حقيقية وقعت في واحد القرية مغربية. قصة ديال بنت حياتها تبدلت من الطفولة ديال البراءة حتى ولات كتشوف أشياء ما كيتشافوش وتعيش أحداث غامضة مرعبة. قصتنا اليوم ماشي غير رعب، راه فيها عبرة كبيرة كيفاش البعد على الدين والجهل ممكن يجر الإنسان للهوية. ركزوا معايا مزيان. القصة بدات في دار بسيطة. البنت كانت زوينة وصغيرة، عايشة وسط عائلة محافظة شوية. الأم ديالها كانت كتخاف بزاف من العيب والفضيحة، أما الأب كان غليظ وما كيهدرش بزاف. فالطفولة ديالها ما كانش كتلقى الحب والحنان اللي محتاجة، وهادشي خلاها تحس بالوحدة والفراغ. من ذاك الوقت البنت كانت كتسمع أصوات غريبة في الليل، أصوات كتناديها، وأحياناً كتحس بشي حد جالس حداها وهي في الفراش. كانت كتقول ربما غير خيالي، ولكن الحقيقة كان كاين شي حاجة أخرى كتشوفها. مع مرور الوقت الأحداث تزادت. كانت كتسمع خطوات في الغرفة، كتشوف ظلال كتحرك بلا سبب، وكل ما كبرت كل ما بداو كيحصلوا ليها مواقف أغرب. مرة لقت راسها نعسة وكتفيها عامرين بالكدمات بلا ما تعرف منين جاو. مرة لقت شعرها محلول ومتشابك بحال شي حد لعب بيه في الليل. العائلة ما كانتش كتعطي أهمية، كيقولوا غير وسواس، ولكن البنت كانت عايشة رعب ما يقدروش يتصوروه. في المراهقة البنت بدات كتكون ضعيفة بزاف، كتحس بلي شي قوة كتحاول تتحكم فيها، تغضب بلا سبب، تضحك في مواقف غريبة، وأحياناً كتتكلم بكلمات ما كتعرفهاش. الناس ديال الدوار بداو كيلاحظوا التغيير ديالها. الأم قالت خصنا نمشو عند الشوافة. مشاو عندها وبدات كتقول بنتكم معمورة فيها ساكن خصو القرابين والذبيحة باش يخرج. ومن هنا بدات المعاناة الحقيقية. كل أسبوع كيدوها من شوافة لشوافة، من مشعوذ لمشعوذ، والشيطان كيزيد يسيطر عليها. واحد النهار البنت غابت 3 أيام كاملة. لقوها في الخلاء لابسة حريرة بيضة، عينيها حمرة وكتغني بصوت غريب. الناس تخافوا منها، قالوا هذه ما بقاتش إنسانة. من بعد بدا كيبان عليها العجز، ما كتناش بالليل، ما كتقدرش تصلي، كتهرب من صوت الأذان. الأب بدا كيبكي في الخفا، عرف باللي الموضوع ماشي لعبة. جابوا إمام من واحد المدينة بعيدة. الإمام دخل عندها بالقرآن وقرأ عليها الرقية الشرعية. في هاد اللحظة البنت بدا كتصيح بصوت ماشي ديالها، حرقني، خرجني، ما نبغيش نخرج. الدار كلها اهتزت، الناس اللي حاضرين تحجروا بلا ما يحركوا. الإمام موقفش، كمل يقرأ سورة البقرة، آيات الكرسي. شي حاجة خرجت من فمها بحال دخان أسود، والبنت طاحت غايبة. من ذاك النهار بدأت تتحسن. الإمام نصحهم يقول بنتكم خصها تبقى قريبة من الصلاة والقرآن، وما تعودوش تمشيو عند المشعوذين، راه هادشي اللي خلى حياتها تولي جحيم. الأم تعلمت درس حياتها، الحب والاهتمام هو اللي كيحمي ولداتنا من أي ضعف. والبنت مع الوقت ولت إنسانة جديدة، قد تقول للناس أنا كنت في طريق مظلمة، ولكن النور ديال القرآن هو اللي أنقذني. القصة ماشي غير رعب، هي رسالة لينا كاملين. الفراغ العاطفي والبعد عن الله كيعطي فرصة للشيطان باش يسيطر، والقرآن هو الحصن ديالنا.